قبل ما نبدأ فيلمنا ما تنساش تدعي لاخواتنا في غزة وتشترك وتفعل التنبيهات عشان تتابع كل جديد بنقدمه. مشروبك اللذيذ يا صديقي العزيز، ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا جوه مقر الأوبرا الوطني في ألمانيا، والمايسترو في الوقت ده كان بيدي التعليمات الأخيرة لفريقه عشان يبقوا جاهزين كويس جدا للحفلة. وبتوصل وقتها عربية لجراج الأوبرا وبتنزل منها مجموعة من الملثمين ومعاهم أسلحة، وبيبدأوا ينتشروا في المكان لحد ما بيقتحموا المسرح وبيضربوا النار بكميات كبيرة جدا في الهواء، وبيأمروا كل الناس ينزلوا على الارض فورا ومحدش فيهم يتحرك من مكانه. واللي حصل ده بيوصل للحكومه في وقت قصير، وفي ثواني بيبعتوا فريق انقاذ مدرب على اعلى مستوى، واللي بيكون بقياده الضابط جون والمساعد بتاعه اللي اسمه ماتيو. وبيبدا جون يديهم التعليمات والخطه اللي هيهجموا بيها على العصابه، وبيقول لهم ان اهم حاجه ينقذوا الرهاين بدون اي خسائر ومحدش ياخد اي رد فعل من غير ما يرجع له. وبعدها بيتحركوا كلهم ناحيه المسرح وبيحاصروهم من كل اتجاه عشان العصابه ما تحسش بوجودهم. وماتيو وقتها بيشوف في المنظار بتاعه زعيم العصابه وهو فاتح بث مباشر، وبيطلب فديه 300 مليون دولار مقابل انه يسلمهم الرهاين، وبيهدد كمان الحكومه انه هيبدا يخلص عليهم واحد ورا التاني لحد ما يبعتوا له الفلوس اللي طلبها. والظابط جون وقتها بيأمر الجنود يستنوا اشارته عشان يهجموا، لان العصابه بتعمل كده عشان الحكومه تبعت الفلوس بسرعه. وماتيو بينفذ الاوامر، لكنه بيشوف زعيم العصابه وهو بيحضر رهينه قدامه وبيقتلها بدم بارد قدامهم كلهم. وساعتها ماتيو بيتجنن وبيخالف اوامر جون وبيبدا الهجوم على العصابه وبيقتل فيهم واحد ورا التاني. وجون وقتها بيضطر انه يامر باقي الجنود بالهجوم على العصابه، وبنشوف اشتباك عنيف جدا بين فرقه الانقاذ والعصابه الملثمه. وبتظهر وقتها مهاره فريق جون وقوتهم في قتل كل افراد العصابه، لكن جون للاسف بيكون اتصاب بطلقه في بطنه، وماتيو بيحاول يجيب له الاسعاف بسرعه عشان يلحقه، بس جون وقتها بيوصيه انه يهتم بمراته وبنته لو جرى له اي حاجه. وساعتها المايسترو بيروح لهم وبنكتشف ان هو اللي خطط لكل اللي حصل ده، وبيهددهم بالمسدس انه هيفجر المكان باللي فيه. فبيغفلوا ماتيو بمهارته وبيطعنوا اكتر من مره بالسكينه لحد ما بيخلص عليه. ولما بيروح يطمن على جون بيتفاجئ انه مات، وبيتضايق جدا على موته لانه كان صديق عمره. وبعد مرور 5 سنين بيكون ماتيو في رومانيا بعد ما قدم استقالته من القوات الخاصه، وبقى بيشتغل اي حاجه قدامه عشان يحاول ينسى اللي حصل في زميله جون، لانه مقتنع لحد دلوقتي ان هو السبب في موته لما خالف الاوامر وهجم على العصابه. وبيكون ماتيو شغال بيجمع الاخشاب المتقطعه وبينقلها لاماكن تواجد العمال. وفي اخر اليوم بيرجع للسكن وبيكون حزين جدا انه عايش لوحده، وبيفتكر ايامه مع جون وعيلته وقد ايه هم كانوا اكتر من اهله. وتاني يوم بيقرر ماتيو انه يستقيل من الشغل لان ده العادي بتاعه، لكن صاحب الشغل بيخصم نص مرتبه لانه هيسيب الشغل بدون سابق انذار. وماتيو مش بيكون مهتم بالكلام الفاضي ده، وبيروح بعدها يحجز باص لبوخارست عشان يزور عيله جون. وفي الوقت ده جوه واحده من مواني مدينه امستردام بنشوف قوات الانتربول محاوطه المينا كلها، وبنقابل العميله شيرا وزميلها فيشر اللي قدروا يقبضوا على مجموعه من المهربين ومعاهم مخدرات بكميه كبيره جدا. وواحد من المهربين دول اسمه رومان بيستهزأ بيهم وبيحاول كمان انه يستفزهم، فبيتعصب العميل فيشر عليه وبيضربه وبياخده بعيد عن باقي المهربين. والمفاجاه ان رومان طلع شغال لحساب الانتربول، وهو اللي بلغهم بخطه التهريب كلها، وعرفهم كمان انها تخص زعيم المافيا اللي اسمه سابان. وشيرا وقتها بتفهم رومان ان العمليه دي كانت مجرد بدايه، ولازم هو يساعدهم عشان يقبضوا على جمعيه المافيا اللي بتتكون من مجموعه كبيره من زعماء المافيا والعصابات الخطيره. وبنقابل واحد من رجاله سابان اسمه باير وهو بيراقب كل اللي حصل في المينا، وفي ثواني بيبلغ سابان ان المخدرات بتاعته اتمسكت وانهم خسروا ملايين كتيره. وسابان وقتها بيتضايق جدا وبيروح المطعم بتاعه عشان يتغدى، والشيف العمومي بيجيب له طبق المشروم المميز عنده، لكن سابان بيتعصب عليه لانه مش بيحبه، وبيأمره انه يغير كل الاطباق اللي بيقدمها لان زي ما انت شايف كده المطعم صحراء، والا بقى هيغيره هو شخصيا بشيف تاني ينفذ كل اللي هو عاوزه. وفي ناحيه تانيه بيوصل ماتيو لمدينه بوخارست وبيروح يقابل عيله جون، وبتستقبله مراته اللي اسمها هيلين وهي سعيده لكنها بتعاتبه لانه اختفى من المدينه كلها. وبتبدا تحكي له انها اتجوزت من مده واحد اسمه بول عشان يساعدها في تربيه بنتها انجي، وبتساله ليه ما حضرش جنازه جون مع انهم كانوا زي الاخوات واكتر. فبيفهمها ماتيو انه كان عاوز يجي بس الموضوع كان صعب عليه جدا وعشان كده اختفى، وبيعترف لها ان موت جون كان بسببه هو لانه ما نفذش الاوامر وعرض الفريق كله للخطر. وهيلين اول ما بتسمع الكلام ده بتنهار وبتمنعه من انه يكمل لانها قدرت تتخطى اللي حصل ده بالعافيه ومش عاوزه حاجه تفكرها بيه. فبيعتذر لها ماتيو وبيخرج من البيت عشان يمشي بعد ما ريح ضميره، لكن هيلين بتلحقه قبل ما يمشي وبتطلب منه يعيش معاهم لحد ما يلاقي مكان تاني يقعد فيه، وبتاخده بعدها عشان توريله الاوضه اللي هيعيش فيها، وبتعرفه ان كل متعلقات جول لسه محتفظه بيها لحد النهارده وانه ممكن يستخدمها عادي جدا. وانجي وقتها بتاخده عشان يلعبوا سوا في الجنينه. وبعد كام ساعه بيوصل بول للبيت وبيشوف ماتيو بيلعب مع انجي، فبيسال مراته مين ده،
وبيعرف منها انه صاحب جون وانه هيقعد معاهم كام يوم لحد ما يشوف مكان يسكن فيه. فبيسلم عليه بول وبيقعدوا كلهم يتغدوا سوا. وفي الوقت ده بيجمع سبان رجالته كلهم وبيعرفهم ان في خاين وسطهم وهو اللي بلغ الشرطه وقال لهم على مواعيد تسليم المخدرات وبيأمرهم يبحثوا عنه ويجيبوه له متكتف. وبالليل بيكون ماتيو قاعد سرحان وبيفتكر اليوم اللي كان فيه مع جون في مهمه داخل افغانستان. وكان جون بيحبه لدرجه انه عايزه لما يرجع للمدينه يتكلم مع البنت اللي هو معجب بيها عشان يتجوزها ويبقى مبسوط في حياته. وبعدها بيبداوا مهمتهم سوا وبيقتلوا عدد كبير من اعدائهم بسلاحهم المميز اللي بيكونوا مهاريين جدا في استخدامه. وفي الوقت الحاضر انجي بتقول لامها انها بتحب ماتيو جدا لانه شخص لطيف وبيلعب معاها كتير. ووقتها بيروح بول يقعد مع ماتيو وبيحاول يتكلم معاه عشان يحسسه بالامان وانه قاعد في بيته، لكن ماتيو بيكون صامت وكلامه قليل جدا. وبول بيسيبه على راحته وبيدخل يتكلم مع هيلين مراته وبيقول لها ان ماتيو باين عليه انه متاثر جامد بموت جون وللاسف ده هيأثر على صحته. فبتعرفه هيلين ان اللي عمل كده فيه هو احساسه بالذنب لانه معتقد ان موت جون كان بسببه. فبيقول لها بول انه خايف من وجوده لانه ممكن يفكرها بذكريات قديمه تضايقها وتأثر عليها، لكنها بتعرفه انها ما بتفكرش في حاجه من الماضي وعاوزه تعيش الحاضر معاه. وتاني يوم الصبح بيخرج ماتيو يتمرن شويه ويحرك السمانه في شوارع المدينه. ولما بيخلص تمرين بتطلب منه انجي انه يهتم بالكلب بتاعها لحد ما ترجع من المدرسه. وبيكون بول في شغله جوه البنك وبيجيله سبان زعيم المافيا وواضح كده انه عميل مميز عندهم، لكنه بيفاجئوا ان في 15 مليون يورو اختفوا من حسابه امبارح. فبيستغرب بول جدا وبيشيك على السيستم وبيعرف ان في ابديت حصل وهو السبب في كل ده. وبيطمن سبان ان الفلوس هترجع لحسابه بكره بالكتير قوي. فبيقول له سبان يا ريت المشكله تتحل بسرعه عشان نفضل حبايب ومحدش يتاذى. وبيخرج هو والحارس الضخم بتاعه من البنك وبنكتشف ان رومان كان بيراقبه لحد ما بيمشي وبيدخل هو البنك. وبيكون في واحد من رجاله سبان قاعد في عربيته بيراقبه وهو داخل. وفي ناحيه تانيه بيلاقي ماتيو معدات تقيله وخشب كتير في بيت بول فبيقرر انه يسلي نفسه. وبعد شويه بتجيله هيلين وبتساله هو بيعمل ايه فبيعرفها انه بيشغل نفسه طول الوقت عشان ما يفكرش في حاجه تضايقه. وساعتها هيلين بتطمنه انه هيكون بخير وانه فرد من العيله. وبتاخده هو وانجي وبيروحوا المكان امنيه حياتي بس اني اعدي من جنبه. وبتحاول انها تهون عليه بكل الطرق وبتفهمه انها عارفه انه بيمر بحاله اكتئاب شديده لكنه لازم يسامح نفسه ويعيش حياته وينسى الماضي عشان يعرف يعيش المستقبل. وفي الوقت ده كان في رحله بحريه في النهر، لكن فجاه كل اللي على المركب بيشوفوا قدامهم جثه متعلقه على الجسر بترعبهم جدا. واول ما بيوصل الانتربول لمكان الحادث بيكتشفوا انها جثه رومان وان اكيد اللي عمل كده هو سبان بعد ما اكتشف خيانته ليه. وبتفهم العميله شيرا ان المافيا بتوصل لهم رساله انهم كشفوا المخبر بتاعهم ولو جندوا حد تاني هيقتلوه برضه. وفي ناحيه تانيه بيرجع بول البيت وبيكون متضايق جدا لانه في ورطه كبيره. وبيكشف لنا انه خد ال 15 مليون يورو عشان يشتري بيهم عمله رقميه على امل ان سعرها يزيد ويبيعها، لكن السعر وقع بعدها بيوم وخسر الفلوس كلها. وهيلين لما بتلاحظ بتروح له وبتساله عن سبب الحاله اللي هو فيها فبيعرفها بول انه عنده شويه مشاكل في شغله ومش بيقول لها الحقيقه. وفي ناحيه تانيه بيوصل سبان للكازينو بتاعه وبيسال رجالته لو رومان اعترف باي حاجه قبل ما يقتلوه. فبيعرفوا المساعد بتاعه بير انه ما قالش اي حاجه، والكلام ده بيعصبه جدا لان في خلال اسبوع واحد خسر مبالغ ضخمه واكتشف خونه كتير. وتاني يوم بيخرج ماتيو يتمرن شويه وبيشغل نفسه طول الوقت في تقطيع الخشب في الحديقه. وبعد شويه بتجيله القمر انجي وبتساله عن سبب الجروح الكتيره اللي في جسمه فبيعرفها ماتيو انها جروح عاديه لاي جندي واوقات بتألمه شويه. وانجي مش بتستغرب وبتفهمه ان جون كان عنده نفس الجروح دي وبتاكد له انها بتحبه زي ما كانت بتحب ابوها لانه شبهه جدا. واثناء ما بول في البنك بيتصل بيه سبان وبيساله عن المشكله اللي في الحساب بتاعه فبيكذب بول عليه وبيعرفه ان في مشاكل تانية ظهرت في الحساب وانه محتاج كام يوم عشان يحلها، لكن الكلام ده مش بيجي مع سبان وبيفكره لما قال له انه هيحل المشكله دي في خلال يوم. وبيأمره انه يحل المشكله بسرعه بدل ما يزعله هو وعيلته وبيقفل السكه في وشه. فبيتصل بول بسرعه بمراته هيلين وبيقول لها انه هيتاخر شويه في الشغل وبيبان عليه انه مش عارف يتصرف ازاي في المشكله اللي هو فيها. وفي وقت تاني بيكون ماتيو مع هيلين وانجي بيتمشوا في المدينه وهيلين بتطلب منه انه يفضل معاهم لانهم محتاجينه جنبهم. وانجي وقتها بتديله رسمه متجمعين فيها كلهم وبتعرفه انها سعيده جدا بوجوده معاهم. وفجاه بتهجم عليه مجموعه اشخاص مقنعين وبيفضلوا يضربوا فيه وبيوقعوه على الارض وبيخطفوا بعدها انجي وبيمشوا بسرعه. فبيقوم ماتيو بالعافيه وبيسرق عجله في الشارع وبيطاردهم بيها. وهيلين وقتها بتتصل ببول وبتقول له ان بنته اتخطفت وهم في الشارع. فبيتعصب بول وبيتصل بسبان وبيطلب منه انه يرجع بنته انجي، لكن سبان بيفهمه انه مش هيرجعها الا لما يجيب له فلوسه وبيقفل في وشه السكه. وماتيو في الوقت ده بيطارد العصابه وبيدخل في طريق مختصر عشان يلحقهم وبيقدر يوصل لعربيه منهم وبيفضل يضرب فيهم عشان ينقذ انجي.
انجي، لكن عربية العصابة بتتصدم في عربية تانية وماتيو بيتصاب جامد وبيفقد الوعي، وبعدها بينقلوه للمستشفى وبيفتكر اليوم اللي كان فيه مع جون بيتمرنوا سوا، وجون بيقول له انه سعيد جدا بوجوده وانهم عيلة واحدة ومفيش حد يقدر يفرقهم عن بعض ابدا. وفي الوقت الحاضر بتوصل العميلة شيرا وزميلها الهيلين وبولو بيطمنوهم ان اولوياتهم انهم يلاقوا بنتهم انجي، لكن فجأة بيخرج ماتيو من الغرفة وساحب سرير المستشفى كله معاه، وبيقرر انه يروح ينقذ انجي بنفسه من العصابة اللي خطفتها. وشيرا وقتها بتقول له احنا لحد دلوقتي ما نعرفش انت مين اصلا، لان مفيش ملف واحد في الانتربول يثبت هويته، وبتعرفهم ان اللي خطف انجي هو زعيم المافيا اللي اسمه سابان، لكنها ما تعرفش ايه السبب اللي خلاه يعمل كده، وبتطلب منهم اي معلومات يعرفوا منها ليه سابان خطف بنتهم. وبول بيكون واقف ما بينطقش ولا كلمة، وهيلان بتتعصب عليهم وبتقول لهم يعني احنا هنفضل نتفرج على بعض كده والبنت مخطوفة؟ فبيهديها ماتيو بالعافية وبياخدهم وبيخرجوا من المستشفى عشان يرجعوا للبيت بتاعهم. وفي الديسكو بنشوف انجي وهي خايفة جدا، لكن سابان بيطمنها انه مش هيأذيها وبيطلب لها كمان عصير. وبنرجع لماتيو اللي بياخد شنطة اسلحة من متعلقات جون عشان يروح ينقذ انجي، لكنها للاسف بتكون مقفولة برمز سري. وبول وقتها بيحاول يوقفه وبيطلب منه يسمع كلام الانتربول، لان سابان يبقى اخطر زعيم للمافيا وشغال كمان مع منظمة قوية في تايلاندا. فبيتعصب ماتيو عليه وبيسأله هو عارف منين اصلا انهم شغالين مع منظمة، وبينزل بعدها ضرب فيه عشان يعترف لهم على الحقيقة. فبيضطر بول انه يتكلم وبيعترف لهم ان سابان خطف انجي لانه نصب عليه في 15 مليون يورو والفلوس دي هو خسرها. وساعتها بتتصدم هيلان ان جوزها هو السبب في خطف بنتها، وماتيو بعدها بيجبر بول انه يكلم سابان ويتفق معاه انه يقابله عشان يديله الفلوس بتاعته في مقابل انجي. فبيستغرب سابان وبيسأله هو جاب الفلوس دي منين، وبول وقتها بيكذب عليه وبيفهمه انه كان بيسرق من العملاء بتوعه وقدر يجمع المبلغ. وطبعا سابان بيكون عارف ان بول بيخدعه وبيهدده انه هيقتل عيلته كلها لو فكر بس انه يسلمه للانتربول. وبنشوف بعدها فيشر وهو واقف قدام البيت وبيراقب ماتيو عشان ما يتهورش، لكنه بيغفله وبيثبته بالمسدس وبياخد كمان عربيته عشان يروح يقابل رجاله سابان. وهيلان بعدها بتقعد مع العميل فيشر وبتحكي له كل حاجه عملها بول وان هو السبب في خطف بنتها. فبيروح بسرعه العميل فيشر يقبض عليه، لكن فجاه بيظهر له وبينزل ضرب فيه بالسكينه لحد ما بيخرمه وبعدها بيهرب. وبول بيكون سامع كل ده وبيلم حاجته بسرعه عشان يهرب من المدينه. ولما بينزل مش بيهتم بالعميل فيشر اللي بيطلع في الروح قدامه، واول ما بيركب العربيه لو بيفاجئه وهو جواها وبيطعنه بالسكينه وبياخد الشنطه اللي معاه وبيهرب. وهيلان وقتها بتطلب الاسعاف للعميل فيشر لان حالته خطيره جدا يمكن يلحقوه. وفي ناحيه تانية بيوصل ماتيو لرجاله سابان ومعاه شنطه الفلوس، لكنه بيكتشف ان الرجاله اصلا ما جابوش انجي معاهم. ورئيس العصابه بياخد الشنطه منه عفيجه وبيعرفه ان الفلوس دي مقابل انهم ما يقتلوش الطفله، وبيؤمر رجالته انهم يقتلوه فورا. وقبل ما يمشي بيشيك على الفلوس اللي في الشنطه وبيتفاجئ انها قنبله بتنفجر في العربيه وبتخلص على نصهم. وماتيو وقتها بيهجم على الباقي منهم وبيخلص عليهم بمهارته وقوته المدمره. وبعدها بيسحب الرئيس بتاعهم من قفاه وبياخده ورا مصنع الكراسي يعمل معاه الجلاشه عشان يعترف له على مكان انجي، وبيفضل يعذب فيه لحد ما بيعترف له على مكانها بالتفصيل. وبسرعه ماتيو بيتصل بالعميله شيرا وبيبلغها بالمكان وانه رايح يخلص عليهم كلهم. فبتحاول شيرا تقنعه يرجع وهي تكمل المهمه، لكنه بيرفض وبيصمم انه يروح ينقذها بنفسه. وشيرا بتقرر تروح على العنوان اللي قال لها عليه عشان تساعده في المهمه. وفي الوقت ده بيوصل له بالشنطه بتاعت بول للكازينو وبيسلمها لسابان اللي بيكون متعصب جدا لما بيعرف ان رجالته اتقتلوا كلهم على ايد ماتيو. وبيحاول يعرف معلومات اكتر عنه من انجي، بس هي بتاكد له انه هيجي يخلص عليهم وينقذها. وفعلا بيوصل ماتيو للكازينو وبيحاول الحراس يمنعوه انه يدخل، بس ماتيو بيكسر عظمهم وبيدخل عافيه. وبتتحرك وقتها باقي الحراس عليه وبتدور بينهم معركه شرسه جدا. وشيرا بتوصل للكازينو هي كمان وبتدخل تساعده، وبيبداوا يضربوا فيهم كلهم، وماتيو بيستخدم اي وسيله قدامه عشان يخلص عليهم. وساعتها بيظهر بير وبيضرب عليهم النار وبيسيب ماتيو في كتفه وبطنه. وبيرجع بعدها لسابان وبيعرفوا اللي حصل وبياخدوا البنت وبيهربوا كلهم بسرعه من المكان. وماتيو وشيرا بيقدروا يخلصوا على افراد العصابه الباقيين وبيروحوا وراهم. وبعدها بيبدا القتال العنيف جدا، وماتيو بيشتبك مع باير اللي بينزل فيه ضرب وبيستغل انه مصاب وبيسفلت وشه. وشيرا بتهجم على لو والقتال بيكون شرس بينهم، لكن لو بيستخدم السكينه وبيوجه لها ضربات قويه وبيضربها بالسكينه في كتفها. وماتيو وقتها بيقدر يجمع قوته وبيقوم يكسر وش باير وبيروح بسرعه ينقذ شيرا. وبيهجم على لو اللي بيكون مهاري جدا باستخدام السكينه وبيطعنه في ايده. وشيرا وقتها بتخرج السكينه من كتفها وبتضرب باير في ظهره، لكنه وحش فتاك مش بيتاثر وبيروح يهجم عليها وبيخنقها من رقبتها عشان يقتلها. وماتيو وقتها بيتعصب وبيمسك لو يكسر وشه في قوالب الطوب، وبعدها بيكسر له رقبته وبيقتله. وفي ثواني بيروح لباير وبيضربه على دماغه بقلب الطوب. وشيرا بتكمل عليه وبتوقعه على ظهره، والسكينه بتدخل بالكامل في جسمه
الاسم وبيودع، وبيتحرك بعدها ماتيو ورا سبان عشان ينقذ انجي، لكن سبان بيطلع سلاحه وبيهدده انه هيقتلها، فبيعرض ماتيو عليه انه يسيب البنت في مقابل انه يسيبه يمشي عايش، لكن سبان ما بيجيش معاه الكلام ده لانه معاه البنت ومعاه كمان مسدس. بس فجأة انجي بتعض ايد سبان، وماتيو بيستغل الفرصة وبيرمي عليه السكينة اللي بتيجي في قلبه وبتخلص عليه، وماتيو بيكون اتصاب بطلقة من سبان وبيقع على الارض هو كمان. فبتروح له انجي بسرعة تطمن عليه وهي خايفة جدا، لكنه بيطمنها انه بخير وبيقول لها يلا بينا نرجع لبيتنا. وبعد 6 شهور بتكون انجي بتلعب مع الكلب بتاعها، وبيكون ماتيو هو اللي عمل بيت للكلب ده من الخشب اللي كان بيقطعه. وبعدها بتروح تسأل امها لو ماتيو هيرجع يعيش معاهم من تاني، فبتعرفها انه هيرجع تاني في يوم من الايام. وبنكتشف ان ماتيو نجا من الحادث واشترى مركب عشان يكمل رحلته في المدن. وبنشوف بعدها العميل فيشر وهو في المستشفى، وبيفرح جدا لما بيعرف ان المهمة نجحت وانه اخد كمان ميدالية لانه شارك فيها وخلصوا على اخطر العصابات في المدينة. ولحد هنا يا صديقي بيخلص فيلمنا. اتمنى لو عجبك الملخص تعمل لها لايك وتسيب لنا ايموجي الاسد في تعليقك الجميل، وطبعا لو اول مرة تشوفنا اشترك وفعل التنبيهات عشان تتابع كل جديد بنقدمه. ده غير اني سايب لك 4 افلام اجمد من بعض، اختار اي واحد فيهم ويلا سلام.